في واحده من الشركات اللي اشتغلت فيها كنت قاعد مع حد في مكتبه، وبعد كده دخل علينا شاب صغير كان محتاج ابروفل على الميل، فقال له محتاج من حضرتك الابروفل ده يتبعت لي. قال له خلاص حالا هبعته لك. المهم بعت له الابروفل فعلا واحنا قاعدين، وبعد كده بص له قال له بس ايه القميص الجميل اللي انت لابسه ده؟ الولد قال له ايوه انا شفت حضرتك لابس نفس القميص من فتره وبعد كده عجبني فرحت اشتريت واحد زيه بالظبط. قال له ما شاء الله جميل عليك، والولد طلع وخلاص. بعد كده لقيت الراجل بيقول لي وادي مجموعه قمصان كمان انا مش هقدر البسها في الشركه. فقلت له ليه مش هتقدر تلبسها في الشركه؟ قال لي انت شفت ما هو الولد لابس نفس القميص بتاعي. هنا الرسالة للشركات للمانجمنت، قبل ما تعينوا مديرين في أماكنهم أو قبل ما ترقوا ناس علشان خاطر يبقوا مديرين، أرجوكم اكشفوا على قواهم العقلية وحالتهم النفسية. لأن الشباب الصغير الحقيقة عنده أبسط من كده بكتير، وما عندوش العقد والأمراض اللي عند كتير من المديرين اللي موجودين على كراسيهم. فهنا محتاجين نراجع دي كويس قوي. الشباب فعلا بيتعبوا، لأن في كتير من المديرين عندهم أمراض نفسية مش طبيعية. وده نموذج لحاجه صغيره، لكن ده بيتكرر كل يوم في شركاتنا.